السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال يا رب. النهارده ان شاء الله معايا فيديو من احلى واجمل الفيديوهات على قلبي. الفيديو ده يا جماعه رايحين فين؟ رايحين البلد. عندنا ايه؟ عندنا عزومه. طبعا كلنا عندنا دايما في بيت العيله. في رمضان لازم عزومه رمضان دي احلى عزومه واحلى يوم. بتبقى بقى ايه؟ بصوا، بتروح يعني بنروح البلد بقى، حبايبنا واهلنا واصحابنا اللي في البلد بيتلموا كده وبنبقى مع بعض، بنقضي يوم جميل قوي. المهم يا جماعة، انا هنا بوريكم مقتطفات من الطريق. احنا كده كنا وصلنا البلد خلاص. طبعا الفيديو كان طويل وانا بصور الطريق كله، بس انا ايه اختصرته. إيه، احنا كده خلاص داخلين البلد. احنا خلاص كده دخلنا البلد. برضو بصور لكم ايه المنظر. هنا المقابر بتاعت البلد بتاعتنا في اول الطريق كده، في اول بلد. والنهاردة الاربع، معروف ان يوم الاربع في البلد عندنا هو السوق. فبرضو ايه، في برضو السوق هنا، بس كانوا بيخلصوا. احنا كنا الساعة 1 الظهر كده، فهم بيلموا الدنيا بدري بدري، لان انتوا عارفين الكرة يعني بتبقى ايه، السوق بتاعها بيخلص بسرعة يعني، مش زي المدينة برضو. هنا بقى كنا وصلنا ايه الشارع بتاعنا. هنا احنا بيتنا في شارع اسمه شارع المدرسة، شارع المدارس يعني. الصورة مش عارفة عملت كده ليه. فوقفت وايه وعملت تاني. ده بيتنا يا جماعة اللي في البلد، ده بيت بابا، بيت اخواتي. وده ابن محمد بقى، هو ابن اختي كمان، ايه سرحوا بقى مع بعض. دخلنا بقى، كانت مرات ابويا بقى جت من السوق جايبه لنا حاجات السوق. وانا هنا بوريكم ايه البيت بتاعنا. بيتنا اوضتين كده، ومطبخ وحمام. وهنا بقى كان ايه حاجة السوق كلها فضيتها انا عشان اشوفها. قبل هنا جابت لنا اللي هي مرات ابويا، جابت لنا بقى الفاكهة، تفاح وموز واستفندي وبرتقال وجوافة يعني. قبل انا راحت لمت السوق وجات. واكتر حاجة بقى جابتها بصراحة الطماطم. بقول لها يا ابله هنا، انتي لميتي طماطم السوق؟ قالت لي انا بحب الطماطم تبقى عندي كتير. المهم جابتها، وجابت فلفل احمر، وانا ايه قمت غسلها كده ومقطعاها ومطبخاها لها كده، عملت لها ايه صلصة كده. بس ما يعني سبتها بقى، قلت لها انتي بعصرها في الخلاط وعينيها. انا خلصنا زي ما انتم شايفين فلفل. واللقطه اللي فاتت دي كنت بعمل اهي، غسلت الفاكهه وقشرتها عشان نعمل سلطه فواكه. بس هنعمل فيها ايه؟ تمر، لان احنا بنحب جدا التمر مع السلطه دي. وحطيت طبعا الميه والسكر، وغسلت الخضار زي ما انتم شايفين. وهو التمر هنقطعه دلوقتي ويتغسل. وعملنا بقى ايه عصير خروب كمان، شايفين؟ الملح، بقول ملح، او حطينا السكر. وهنا السلطه كمان، عشان كانت حلة سلطة كاملة. وهنا بقى انا جبت ايه السمك اللي هو ايه الروسي، او المكاريل او المكرونة، معرفش بتقولوا عليه ايه. وكان معاه كمان سمك تاني اللي هو سوريجيا ده انا نضفته عشان اقليه. بصوا يا جماعة، انا عايزة اقول لكم على حاجة. انا في اي مطبخ في الوجود عندنا، في بيتي، في بيت ابويا، عند اخواتي، انا اللي بقف في المطبخ. انا المتخصصة يعني زي ما بيقولوا. انا ايه زعيمة المطبخ. هنا بقى بصوا السمك ده، انا بحب ان انا انضفه، بحب اشيل منه العظم بتاعه زي ما انتم شايفين كده اهو. بشيل العظمه اللي في النص دي، وبشيل اللي هو السفة الطويل ده، العظم الطويل ده. بصوا بقى كأني بعمل بفتيك يعني، حتة بانيه كده قدامكم كده، انتوا هتشوفوا ما يتقلي. هنا بقى عملت السمك كله كده، بس بقى ما كملتش معاكم يعني. وفتحته كله كده اهو. بشيل العظم اهو، شايفين؟ بخليه بقى يعني، بعمله سمك مخلي زي الفيليه كده، يعني السمك الفيليه. جو تلج على فكرة. الجو النهاردة كان برد قوي. مش عارفة في ايه بصراحة يعني من يعني قعدوا التلات ايام اللي فاتوا ولا الاربعة حر موت 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 موت. النهاردة برد. والجو بقى في البلد انتوا عارفين الارياف بيبقى تلج. حطيت بقى هنا ليمون ودقيق و... وايه وملح، وعملت طماطمية برضه عشان الزفارة. هنا بقى ايه كان في بنجر جبناه من الفريزر وحطيته مع الطماطم. وده اللي هو التوم الاخضر. انا جبت توم اخضر وحطيته في الدقه بتاعت الايه هنعمله في الخلاط دلوقتي، هتشوفوا. بصوا بقى التوم الاخضر بنقطعه مع شبت وفلفل اخضر والثوم وملح بكمون وكزبره، بعملهم في الخلاط. دي الخلطه بتاعت السمك المشوي، الميه بتاعت السمك المشوي. وهنا كان عندنا شويه رز احمر في يعني قبل هناك كانت عامله امبارح محشي.
فقلت لها اعمل لكم محشي النهارده، فطبعا مش هينفع بقى، يعني هي واكله امبارح محشي الاكله تاني محشي، فقلنا لها لا انت اعملي اللي انت عايزاه. فقامت رايحه ايه، قامت جايبه سمك. فانا جبت بقى حبه الرز الاحمر البيتين دول، انا طبختهم، وعملت بقى رز ايه الابيض ده، رز حبه وحبه، احنا بنموت فيه بصراحه مع السمك. فانا غسلته زي ما شايفين وحطيته في المصفى يتصفى عشان ايه اعمل بقى الرز. ودي بقى شمس بنت اختي حياة قلبي كانت جايه، جم سلموا عليا بقى. وهنا بقى قبل هنا ما كانتش مقتنعه ابدا ان الرز هيقضي. يا ست الله يهديكي، يا ست الله يرضيكي. المهم بصراحه كان عندها حق، هي جابت الرز وانا ايه، وانا عملت وانا غسلته برضو، والرز بسم الله ما شاء الله الحاجه بالظبط كده سبحان الله. انا بقى غسلت البوتاجاز، كان البوتاجاز زي ما شايفين كان مش نضيف، فانا غسلته وايه، وقمت حاطه بقى ايه، وقمت عامله الاكل. عملت الرز الاحمر، حطيت عليه ميه عقده كده وظبطته وقمت ايه، وحط عليه شويه زيت كمان عشان يبقى ايه مدهن كده وجميل ولامع. هنا بقى قبل هنا كانت بتشوي السمك بره زي ما انتم شايفين، كانت بتشويه. وهنا يا جماعه الحاجات الخلطه اللي بقول لكم عليها اهي، توم اخضر والثوم العادي وملح وكمون وكزبره وميه وشبت وكزبره و... وفلفل اخضر، واضرب في الخلاط يا عم، وحبه ميه بقى وكده. وهنا بقى حمرت حبه رز الاول، وحطيت عليه ايه، وحطيت عليه وحطيت عليه الرز العادي اللي هو المغسول، وحطيت ملعقه بتاعه، وحطيت الملح. وهنا بقى يا جماعه عايزه اقول لكم بقى ان احنا يعني اللي اسمه ايه ده، التليفون على فكره فصل معايا، فجبت في ما جبناش اي حاجه بقى في السمك المقلي غير بعد ما خلص التليفون فصل، فانا رحت ايه شحنته. هنا بقى يا جماعه انا كنت هي الخلطه اللي بقول لكم عليها اهي. فانا كنت بحدق بقى السمك، بحطه في الميه كده، انا بحب السمك بالميه، بحبش مرشش له على فكره. في ناس بترش ملح وحاجات من دي، بس بستطعم اكتر السمك اللي بيتبلي بالميه ده بيبقى تحفه. هنا بقى الرز كان اتشرب معايا، وانا ايه وطيت عليه النار كده، والرز الاحمر برضو كان متشرب معايا وانا وطيت عليه النار اخر. الاكل كان جميل جمال يا جماعه وحياة ربنا، الاكل كان حلو قوي، وكل كان معجب جدا بالاكل، بالذات العصير القمر اللي هو الكوكتيل ده. هنا بقى كنت انا خلصت السمك المقلي، والسمك كان يتشوي وخلاص، وكنا بقى ايه المغرب خلاص لسه عليه ايه ربع ساعه. انا بوريكم بقى ايه. او زي ما انتم شايفين ما شاء الله الاكل كان كتير، وكلنا شبعنا وكلنا، احنا ما كناش احنا بس، احنا كنا ناس كتير بصراحه. المهم يعني احنا وعمامي وولاد عمامي، فالاكل كان حلو. يا ابله هناء بصراحه مرات ابويا ست جدعه جدا وخيره جدا، وبتحب دايما بتبقى مفتوح وكل ياكل ويتبسط. هنا بقى كان ساعه الفطار، شايفين ما شاء الله الاكل كتير وجميل. دي الطبليه بتاعت الرجاله يا جماعه، ودي الطبليه بتاعتنا. هما كانوا عايزين ياكلوا في الاوضه، قمت انا قايله لعمي ايه، واحنا غربة عن بعض ولا ايه، انت مش عمي، يلا كلكم اقعدوا معانا على الارض. عملوا له كده، وكلنا قعدنا ايه مع بعضينا، وكلنا ايه اكلنا. وهنا بقى العصير كانت الصينيه دي مليانه. وهنا يا جماعه وانا بعد الفطار غسلت المواعين وروقت المطبخ، بس ما جبتش الحته دي معاكم. وبعد كده يا جماعه ايه، محمد ابني خرج صور لكم البيت من بره بالليل بقى، واللمبه اللي عماله تقيد انوار دي، اللمبه الجميله دي زي ما انتم شايفين كده. و... وخلصنا واليوم خلص، كان يوم جميل ورائع، وربنا ما كنت عايزه كنت عايزه ابات من جمال اليوم. واحنا جايين بقى بوريكم بلد بالليل بقى، ووريكم الجو بالليل زي ما انتم شايفين، والطريق بالليل. احنا بصوا يا جماعه الجو النهارده كان برد بصراحه، كان برد قوي. والله العظيم انا جاي في التوك توك عارفين بترعش انا ومحمد ابني من البرد. والجو شايفين زي ما انتم شايفين كده، اراضي بقى جنبينا يعني اراضي وطريق، طبعا طريق يا جماعه، فكان برد قوي. بس الحمد لله اتبسطنا جدا جدا، واليوم كان حلو جدا. ويا حبايب قلبي كل سنه وانتم طيبين، ويا رب ما يحرمكم من لمتكم، ولا يحرمنا من لمتنا، ولا يحرمكم من اهاليكم، ولا يحرمنا من اهالينا، ويخلينا على وش بعض، ويخليكم على وش بعض. وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يجعل ايامكم كلها فرحه وسعاده يا رب. وهنا احنا بقى هنا كده وصلنا نبرو بلدنا كده، من البلد بقى وصلنا خلاص، وكده الشارع العمومي بتاعنا، واحنا هننزل حالا دلوقتي، ويلا.